أسس بالعربي. مشاهدي أسس بالعربي، أهلا وسهلا بيكم في الحلقة الأخيرة من رحلتنا مع كورس المدرب الشخصي المعتمد من إيس. في الحلقات اللي فاتت مشينا مع بعض خطوة بخطوة من أول أساسيات التعامل مع العميل، وكمان أخذنا أساسيات التدريب والتغذية لحد تصميم البرامج والتعامل مع الإصابات وتدريب الفئات الخاصة سواء كبار السن أو الأمراض المزمنة، وكل ده كان بأسلوب بسيط على قد ما قدرنا عشان نقدر توصل المعلومات بتاعة الكورس الملعبكة دي لكل حد عايز يتعلم ويوصل لمستوى احترافي في مجال المدرب الشخصي. النهارده بقى عندنا حلقة مهمة جدا لأي مدرب شخصي عايز يشتغل باحتراف ويحمي نفسه من الناحية القانونية. هنتكلم فيها عن حاجات كتير ممكن تحس إنها صعبة أو قانونية بزيادة، بس أنا هشرحها لك بطريقة بسيطة وسهلة، وده عشان تقدر تفهمها وتستخدمها على طول في شغلك. هنختم مع بعض بآخر فصل شابتر 16 بعنوان Legal Guidelines and Business Considerations، يعني الإرشادات القانونية والاعتبارات الخاصة بالشغل. أنا فاكر موقف حصل لي زمان من كذا سنة كده لما كنت شغال لسه مدرب شخصي في جيم. كان يوم عادي خالص والناس بتتمرن وقربت أغير خلاص الشيفت وأمشي، وفجأة وأنا واقف لقيت صوت عالي وجري وصريخ، وأبص ألاقي في إيه يا جدعان؟ واحدة من البنات بتشد اللاب بول داون كده، فالواير اتقطع والبار رشق في دماغها، ولقيت دماغها والارض كلهم دم، وكمان الاونر مش موجود، فانا الوحيد اللي مسؤول في الوقت ده. جريت بسرعه، خدت تاكسي وركبتها وجرينا على اقرب مستشفى. اول ما وصلنا المستشفى كنت متوقع حاجات زي ربنا يكتر من امثالك يا ابني، انت لحقت البيت وكده، لكن لقيت الاسئله نازله عليا كالاتي: انت مين؟ ايه اللي حصل؟ فين مكان الإصابة؟ إيه سببها؟ ومين المسؤول عن الكلام ده؟ وساعتها حسيت بعادل إمام. رحنا اتخضينا بقى، مش بس عشان العميلة، لا كمان على نفسي. ما هو مفيش ورقة تثبت أنا مين ومين المسؤول، ومفيش عقد اصلا بيني وبين العميل يبين المخاطر اللي ممكن العميل يتعرض لها لو المكن حصل له اي حاجه، وهل فعلا المكن كان متراجع صيانه كويس. كل حاجه كانت مش واضحه من الناحيه القانونيه، وساعتها عرفت قد ايه احنا كمدربين معرضين لاي مشكله ممكن تحصل، وفجاه تلاقي نفسك في مشكله قانونيه كبيره ومطالب كمان بتعويض، سواء لو انت اونر لمنشاه رياضيه او مدرب شخص. فالموضوع ده بيفتح لنا باب مهم جدا، مش بس عشان نشتغل صح، لكن عشان نعرف ازاي نحمي نفسنا من الناحية القانونية طبعا، ونضمن امان العميل والمكان من اول يوم. يبقى ازاي تحمي نفسك كمدرب، ازاي تبقى فاهم حقوقك وواجباتك لو انت اونر، وازاي تشتغل باحتراف من غير ما تبقى قلقان من اي مشكلة ممكن تحصل لك من الناحية القانونية. عشان كده في الحلقة دي هنتكلم عن 5 مواضيع مهمة جدا لأي مدرب شخصي أو اونر جيم. رقم 1: Identify the advantage and disadvantage of various business structure as well as employee versus independent contractor status. هنتعرف هنا على أنواع الشركات المختلفة، وهل ينفعك تفتح شركة باسمك ولا تشتغل حر ولا تبقى في موظف في الجيم يكون أفضل. كل الاختيار من الاختيارات دي ليه مميزات وعيوب، وده هيفرق جدا في شغلك ودخلك ومسؤولياتك لما تعرف الفرق. رقم 2: Explain the proper use of contracts, agreements to participate, informed consents and waivers. بعد كده هنفهم سوا ازاي نستخدم العقود الصح، يعني ايه عقد مشاركة، وازاي تخلي العميل يوقع على ورق انه هو فاهم ومقدر للمخاطر اللي ممكن تحصل له اثناء التمرين، يعني موافقة مستنيرة مبدئية يعني بالمخاطر المحتملة، لان كل ده مهم عشان تحمي نفسك وتشتغل بأمان. رقم 3: Describe the legal responsibilities of a personal trainer including those related to facilities, equipment, supervision and instruction. كمان هنعرف هنا ايه هي مسؤولياتك القانونية كمدرب، يعني هل انت مسؤول لو جهاز في الجيم باظ مثلا او لو عميل اتصاب، وكمان ازاي تشرح التمرين بطريقة تحميك من اي مساءلة قانونية. رقم 4: Identify the legal implication of various business practice including marketing activities and social media use. مع انتشار السوشيال ميديا
هتتعلم ازاي طريقة التسويق بطريقة صح من خلالها، وهل ينفع تنزل صورة العميل سواء لعرض نتيجة رياضية عملتها معاه او عشان تعمل اعلان معين. هنكتشف ان كل حاجة لها ضوابط. أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Mega Hype, founder of Oso's Bel Arabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through sanity to nutrition, to injuries, to biomechanics, everything you need, all in one place. Join us now, this is your time. Step up strong, get on your grind. Oso's Bel Arabi, we lead the way. Be a pro, started too late. Join us now, this is your